كيك النايتي من الكيكات اللي ما يتشبعش منها من كتر حلاوتها. كيك هاش وطري، عبارة عن طبقتين من الكيك ما بينهم طبقة من المربى. سكرها مظبوط قوي وهتعجبكم، لازم تجربوها لان هي هتعجب الاطفال قوي. فيلا بينا نسمي الله ونبتدي. اول حاجه لازم تبقى المكونات كلها بدرجه حراره الغرفه، يعني مطلعينها قبل التحضير بساعه. لازم كمان نشغل الفرن على درجه حراره وسط. يلا بينا نبتدي في الكيك. معانا كوبايه سكر، وده المعيار المظبوط عشان ما تطلعش معاكي اوفر دوز قوي في السكر. ومعانا كمان 3 بيضات بحجم وسط، كوبايه من الحليب، وممكن كمان استبدالها بكوب من الماء، مفيش اي مشكله. نص كوباية من الزيت، مش هستخدم زبدة المرة دي، هعملها بزيت. ومعانا هنا معلقة كبيرة من محسن الكيك، ومعانا هنا نص معلقة صغيرة من الملح، ودي مهمة جدا علشان تظبط لي نسبة السكر اللي في الكيك. ومعايا نقطتين من الفانيليا، ومعايا كوباية ونص من الدقيق منخولين زي ما اتفقنا. الكوباية اللي هعاير بيها كله. ومعايا هنا 5 معالق كبار من المربى، انا استخدمت مربى فراولة، تقدري تستخدمي اي نوع مربى. هنجيب بقى بوله كبيره، انا مش هعملها في الخلاط ولا بالمضرب الكهربائي، هعملها بالمضرب اليدوي. فهنجهز معانا بقى بوله كبيره للخفق. اول حاجه هنزل بيها هي البيض. هخفق البيض كويس جدا لحد ما لونه يتغير، يميل الى الاصفر الفاتح. مش هنزل المكون التاني الا لما البيض يختفي خالص ويوصل معايا لدرجه اللون ده. هنزل بقى بكوبايه السكر، وزي ما اتفقنا ده السكر المظبوط عشان ما تطلعش معاكي مسكره قوي. هقلب السكر كويس جدا، ومش هنزل بالمكون التاني الا لما السكر ده يختفي ويدوب. هزود بقى الحليب، وبرضه هقلب كويس لحد ما الحليب يختفي كله يتجانس مع بعضه. هنزل بقى بالزيت، نص كوباية الزيت، وبرضه هدمج برضه لحد ما كله يتجانس مع بعضه ويبقى كله خليط واحد، ما يبقاش منفصل زي ما انتم شايفينه كده. هنزل بقى بالفانيليا، وممكن تستخدمي فانيليا بودر برضه مفيش اي مشكلة. ميزة الفانيليا السايلة ان هي بتبقى ريحتها اقوى. وبكده هكون دمجت كل المكونات السائلة. هركنها بقى على جنب، وهبدأ ادمج المكونات البودرة. كوباية ونص من الدقيق المنخول، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هقلب كويس عشان الملح بس يتوزع في الدقيق كويس، ويبقى انا كده دمجت المكونات البودرة مع بعضها. هاجي بقى هجيب الخليط السائل اللي انا عملته، وهقسم الدقيق قدامي الى 3 اجزاء. هنزل بتلته الاول، التلت الاولاني هنزل بيه، وهقلبه كويس لحد ما يبدأ ان هو يختفي تماما. ما ينفعش انزل بالجزء التاني الا لما الجزء الاولاني ده يختفي. وزي ما متعودين في كل وصفات الكيك اللي احنا عملناها مع بعض، هنقلب في اتجاه واحد، ونحاول نخلي ايدينا بطيئة شوية. هنزل بقى بالتلت التاني، وهقلب برضو في اتجاه واحد لحد ما يختفي تماما تماما. وبعدين هنزل بنص كمية الدقيق اللي كانت معايا اللي انا كنت قسماها. وبعدين هقلب برضو. شايفين قوامه بيبقى سايل شوية عن الكيك العادي، يعني قوامه بسم الله ما شاء الله مظبوط ازاي. اول ما ارفعه كده ينزل بسرسوب او خيط كده مستقيم مش متقطع، وبيسيب علامات تحت في الخليط اللي تحت. اكيد انتوا فاهمين الفكرة. فاهمين يعني انا اقصد ايه كده. تمام. هنجيب بقى قالب، وهندهنه بشوية زيت، ويا ريت ما تكونوش اوفر دوز زي في الزيت كده انا كترت. بعدين هحط رشة دقيق، وهبدأ ابطن القالب كله، وهخبطه على الرخامة كده عشان لو في اي دقيق زيادة. هنزل بقى بنص كمية الخليط اللي معايا، نص بس مش اكتر، وهخبطها كده عشان اوزعها. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد تقريبا 30 دقيقة، تبقى طبقة صغيرة. هدخلها الفرن بقى زي ما اتفقنا على درجة حرارة 180، هتاخد معاكم 20 دقيقة 30 دقيقة. هحطها في الرف اللي قبل الاخير، الرف اللي قبل الاخير. هعرف منين بقى ان هي استوت؟ زي ما متعودين ان احنا هنعمل التيست ان احنا نضغط فيها حاجه كده، او كمان من لون الاطراف. لما لون الاطراف يحمر هي كده استوت. تمام. مش هشغل الوش ولا حاجه. هيجيب بقى الخمس، هسيبها الاول تبرد، وبعدين هجهز الخمس معالق فراوله معايا، وهبدا ان انا يعني اهرسهم كده بالشوكه عشان يبقوا سهلين ان انا افردهم على طبقه الكيك دي. هنزل بيهم بقى، بس ده بعد ما بردت شويه عشان ما تسيحش قوي. لو في حاجه وقعت منك في الاطراف مفيش اي مشكله، لان هنحط طبقه كيك تانية فهتمسك ده مع ده. فاهمين الفكره ازاي؟
اهم حاجه بس ان احنا نوزع طبقه المربى دي كويس قوي، وبعدين هنجيب بقى بقيه خليط الكيك وننزل بيه على المربى دي. مفيش اي مشكله لو في اي حاجه نزلت في الجناب، لان هي كده كده لما تستوي الكيك كلها هتمسك في بعضها. نحاول بس نوزع طبقة الكيك اللي فوق دي كويس، ونداري فيها اي مربى او اي حاجة. بعدين هنرجع برضو نخبطها كده ونهزها خبطتين، وندخلها الفرن برضو على درجة حرارة 180 لمدة برضو من 20 ل 30 دقيقة. سيبها برضو تبرد خمسة كده او تهدى، وبعدين هنحاول كده من الجناب كده بسكينة عشان نحركها، عشان بس ما تطلعش لازقة في حاجة. وبعدين هوب هنقلبها تخبطتين، هنشيل قالب. اللحظة الحاسمة ده بقى الدقيق، عشان انا حطيت زيت كتير فالدقيق علم، فهو بيتشال بسرعة يعني، مش حاجة وحشة. بالسكينة كده وشلته. شايفين بقى طبقتين الكيك بيتماسكوا ازاي، والمربى بتبقى جوه. اتمنى تجربوها. نتقابل على خير في فيديو جديد.